اوعى لو تحول لك فلوس بالغلط ترجعها، هتعمل فيها طيب وابو الجدعنة هتلبس. لحسن ابو غسالة ماشي يغسل على قفا الطيب. فكك من دور الجدعنة وخليك معايا وانا هقولك تعمل ايه. حكم اليومين الجايين التحويلات هتبقى بالكوم. مال سايب وعايز يتغسل، يقوموا عاملين ايه؟ محولينه على سعادتك. ويا عين انت تشوف الرسالة من هنا ما تلحقش تتهنى تلاقي التليفون بيرن، واللي بيتكلم بيتشحتف وهو بيكلمك علشان خاطر يستعطفك انك ترجع له الفلوس ويطمعك بجزء حلو منهم. يعني ممكن لو 100,000 جنيه يقولك خلي 20,000 جنيه حلال عليك وابعتلي ال80. فانت طبعا لو ما بتاكلش حرام لقيت 20,000 جنيه انا موافق. وانت طبعا علشان حد جدع ما تعرفش ان انت المادة اللي بيغسلوا بيها الفلوس بتاعتهم، والمادة دي كلفتهم 20,000 جنيه، وتفضل الفلوس تدخل من حساب لحساب لغاية ما تنضف وحضرتك بتبقى مشترك في الغسيل. وهنا اقدر اقول لك المثل المنتشر: الحكومة لا تحمي المغفلين. لانك ساعتها مش هتكون طيب ولا جدع، ده انت ساعتها هتكون مشارك في جريمة كبيرة. علشان كده اول ما تجيلك الرسالة تكلم البنك على الفور وتسألهم مصدر الفلوس دي جت منين، وتبتدي تاخد الاجراءات كلها بشكل قانوني علشان تعفي نفسك من اي مسؤولية. وبتحرير محضر من الجهة اللي انت تابع ليها هتقدر تساعد الشرطة في القبض على الشبكة العنكبوتية لغسيل الاموال. وهنا بدل ما هتبقى مشترك في جريمة هتبقى بطل القصة الحقيقي. ولو كل واحد مننا قام بدور البطل الحقيقي تجاه بلده هنقدر نقضي على الفساد والوباء اللي انتشر ودخل كل بيت.